طبعا احنا وعدنا الناس وكده، والحمد لله وفينا بالوعد اعتقد يعني. الحمد لله رب العالمين طبعا على الصعود طبعا، وبارك لجمهور الزمالك طبعا كله والمصر كلها يعني الحمد لله. الاهلي تاهل لدوري المجموعات، هل بتتمنى انه تقعوا في مجموعه واحده زي السنه اللي فاتت ولا تبعدوا عن بعض؟ الشكل ده كويس جدا طبعا، الاهلي تاهل طبعا، يبقى فرق مصريه كلها متاهله طبعا، والحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله. جماهير الزمالك عايزه تطمن على تجديد عقدك، خلاص يعني بنسبه كبيره خلاص باذن الله. بتقول لهم ايه دلوقتي؟ بقول لهم خلاص ان شاء الله، خلاص بنسبه كبيره خلاص نضيف يعني الحمد لله. نادي الزمالك عنده فرصه كبيره زي ما قلت، قادر ان هو ينافس على البطوله بشكل قوي، قادر ان هو يحصل على البطوله الموسم ده ايا كان بقى الامور موجوده ومش موجود. دي حاجه يعني انا قلت ان انا مرتبط بعقد، انما الاهم زي ما انا قلت قبل كده ان انا ليا مستحقات قديمه قبل ما اتكلم في اي شيء. مهم ان انا احصل على المستحقات القديمه وبعد كده بنتكلم في مساله التجديد من عدمه. انما اعتقد ان انا زي ما قلت قبل كده انا راجل مرتبط بعد نادي الزمالك لحد نهايه الموسم، هفضل مكمل لحد نهايه الموسم وهفضل ادافع عن فرقه النادي لحد نهايه الموسم. التجديد من عدمه ده موضوع نخليه اللي بعدين. وفينا بالوعد وكنا قدرنا ان احنا نفرح الجمهور ونفرح كل الناس، كل مصر وكل مشجع نادي الزمالك. الجمهور ده اللي هو انا، والحمد لله على الصعود، وان شاء الله من مكسب لمكسب ان شاء الله نقدر نحقق البطوله باذن الله. دوري المجموعات بتنتظروا فيه تحدي اصعب؟ اكيد طبعا تحدي اصعب، بس ان شاء الله احنا قد. انا شايف ان الجيل ده قد كل مسؤوليه وقد كل تحدي بيجي هم قده، وان شاء الله يقدروا يعملوا ان شاء الله يحققوا بطوله السنه باذن الله. تتمنوا تقعوا مع الاهلي زي السنه اللي فاتت ولا تقول لي فريق بقى في مجموعه؟ لا ما عندناش مشكله فيها، اي حد يجي معانا احنا هنلاعب اي حد، وان شاء الله نقدر نكسب اي حد باذن الله. الحمد لله يعني اللعيبه كانت مركزه الفتره اللي فاتت دي، كان ماتش صعب، الماتش الاولاني كان 1-1 فكان عليه ضغوط كتير، بس الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله وقدرنا نعمل اللي احنا عايزينه وهو الصعود يعني الحمد لله. التحدي اصعب في دوري المجموعات اكيد يعني ده هيبقى ليه طبعا يعني تحدي خاص واستعداد خاص ان شاء الله باذن الله. يعني هنبقى عايزين نوصل طبعا قبل النهائي والادوار النهائيه ان شاء الله مش زي السنه اللي فاتت، فباذن الله ان شاء الله يعني احنا هنركز على كده وهنشتغل على كده من دلوقتي باذن الله. فاتوا وقعتوا مع الاهلي، هل بتتمنوا تقعوا مع الاهلي برضو السنه دي ولا تقول لي فريق بقى في مجموعه؟ والله القرعه الواحد يعني التمني دي مش بايد الواحد، القرعه طبعا بتيجي بالحظ، فان شاء الله نقع مع اي فرقه سواء نادي الاهلي او اي فرقه ما عندناش اي مشاكل يعني. الحمد لله طبعا انت عارف ان رايحين عشان نتاهل طبعا من هناك، بس الحمد لله احنا مبروك الاول طبعا للجمهور الجميل وبس عايز اشكر السفاره الجميله اللي كانت في اثيوبيا طبعا اللي كانت معانا من اول دقيقه لاخر دقيقه طبعا، وبنشكرهم جزيل الشكر طبعا، والحمد لله على التاهل لدور المجموعات الحمد لله، وبنشكر ربنا يعني الحمد لله. اللعيبه كلها رجاله وكانت على قد المسؤوليه طبعا وادينا بشكل كويس، وانت عارف ان الجو كان صعب جدا. كنت معاك قبل ما اسافر وقلت لك ان شاء الله احنا هنتاهل، وده اللي احنا كنا عاملين حسابنا عليه. الحمد لله صعدنا وعملنا نتيجه كويسه، اللعيبه كلها كانت رجاله، قدرنا نصعد الحمد لله. الزمالك عايزه تطمن على تجديد عقد ابراهيم صلاح؟ لا لسه ان شاء الله لما نرجع بقى، احنا خلاص خلصنا افريقيا، نشوف بقى الايام اللي جايه اللي هيحصل. انت موافق ان انت تكمل مع الزمالك؟ ما لقيتش اي شروط ماليه لا صعبه خالص يعني؟ ان شاء الله موجود باذن الله. اللعيبه وقت الجد وقت المسؤوليه بتلاقيها، لان ده اللي احنا يعني ده من خلال الدوري ومن خلال المكاسب بنكسب في اخر دقيقه، وزي برضو في الدوري بنكسب في اخر دقيقه، فطبعا الواحد ما كانش يعني حتى لغايه الدقيقه 85 والواحد مش قلقان وحاسس ان هو هيجيب جول في اي وقت، فده خلاص يعني اللعيبه بقى فيه ثقه وبقى اللعيبه بقى ليها تقل، فخلاص الموضوع يعني دلوقتي بقى نادي الزمالك بقى يعني يقدر ان هو يخلص ماتش في اي وقت.